السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدأ الفيديو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. لو انت لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسينيش بقى باللايك الجميل بتاعك. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة كده كندا كانت بتلعب هنا كده في الأوضة. ابتديت بقى كده الم كل اللعب بتاعتها، جبت كده بقى الطبق دوت وقلت الم فيها بقى كل اللعب بتاعتها. زي ما انتم شايفين بقى شكل الأوضة عامل ازاي، تحسوا كده ان هو ايه ده، انا مش عارفة. بس تمام، يعني حاولت ان انا الم بقى كده الحاجه اللي فيها. وابتديت اخرج بقى كده كل حاجه. انا بحب ان اخلي كده تخش كده تقعد في الاوضه شويه. فتحت بقى كده الشباك بتاع الاوضه، وابتديت بقى كده ان انا اهوي كده الاوضه عشان يخش لها بقى كده شمس وتبقى الاضاءه فيها حلوه. وعارفين انتوا اللي هو ايه، مليانه اصلا تراب، مش فاهمه ليه، يعني الجو ده جو تراب ولا ايه، انا مش عارفه. المهم ابتديت بقى كده انفض بقى كده الشباك. حبيت ان انا انفضه كويس جدا علشان خاطر ما يبقاش فيه تراب. هفتحه كمان وابتدي ان انا امسح اي حاجه كده فيه. مسحت كده الشباك كويس، وهبتدي برضو ان انا امسح كمان التكييف من عند التكييف، ومسحت بقى كده من بره اللي هو ايه، نفضت بقى اي حاجه قدامي شغاله ايه، نفضها. مش عايزه كده اي تراب يبقى موجود، وحابه كده ان الدنيا تبقى ايه، نظيفه. بعد ما نفضتها برضو جبت الحته فيها ميه، وابتديت برضو ان انا ايه، امسحه يعني كده لو في ميه ولا اي حاجه. هي خلي اصلا وانتي بتنفضي الحته دي تبقى فيها ميه، اللي هو التراب يلزق في الميه، يعني فاهميني، ما يبهدلش كده الدنيا ولا اي حاجه. الشباك كان عايز له مسحه، بصوا مسحه يعني مسحه زي ما قال الكتاب. المهم مسحته كده كويس جدا، وجبته بقى كده من فوق برضو مسحته وخليته بصوا فل يعني. بدأت بيه علشان خاطر لو كنت مثلا شلت غيرت ملاية السرير ولا حاجة، وما كنتش بدأت بالشباك ما كنتش هخلص، يعني اللي هو كان التراب هيبهدل كده الأوضة. بس قلت بقى انفض الشباك واقفله، واللي هو ايه، يهولي الأوضة، وابتدي اشوف برضه هعمل ايه تاني في الأوضة. مسكته بقى كده بصوا، عارفين أنا كنت عايزاه، يعني مش عايزة فيه اي حاجة فيها تراب. المهم بقى كده شلت بقى كل حاجة من على السرير، وهبتدي بقى ان انا اشيل كده ملايات السرير علشان اغيرها كده، واحط برضو ملايات جديدة علشان الدنيا تبقى نظيفة. برضو انتي كمان لو تشجعي، لو انتي عندك بقى الاوضه بالمنظر دوت، تشجعي وامي برضو كده خلصي كده كل حاجه. امسحي بقى كده السرير والظهر بتاعه، امسحيه كده وخليه نظيف كده ومفيهوش اي حاجه. تمام. نزلت بقى كده ملايات السرير، وقلت بقى في حاجه واقعه كده مضايقاني في السرير، عدلت بقى كده الملل. وهبتدي بقى كده ارجع كده كل حاجه برضو ايه مكانها، بس الملل كانت عايزه تتظبط يعني. ظبطتها ونفضت كده برضو. جبت بقى كده معايا على طول فوطه كده وانا ماشيه كده بنفض بيها، نفضتها. وهبتدي بقى كده اجيب ملايات السرير كده وابتدي ان انا افرشها. فرشت كده بقى ملايات السرير، وهنفرش الدفايات. وكمان شديت بقى كده السرير. بصوا يا جماعه، عايزه اقول لكم على حاجه بجد والله، الترويق والتنظيف ده مزاج. تخلي نفسك كده اللي هو يعني، بصراحه اول ما ببتدي ما كانش بيبقى عندي مزاج قوي، فاول ما ببتدي ان انا اندمج كده في ترويق الشقه، بصوا بنسى نفسي وبلاقي نفسي اللي هو الله يعني، اندمجت قوي وخلصت بقى كده كل حاجه. فاهمين انتوا اللي هو ايه، ببقى فرحانه بقى. عارفين انتوا فرحه قلبي كده وانت مخلصه كل اللي وراكي، او اوضه انت شايفاها ان هي متبهدله جدا ومحتاجه فعلا ان هي تتروق، هي ده. فالمهم بقى كده زي ما انتوا شايفين كده، ابتديت ان انا اطبق كده الدفايات. بصوا عارفين كانت مضايقاني يعني، زي ما انتوا شايفين. بصوا يا جماعه الجو سقع بصراحه يعني، فكان لازم ان احنا نفرش الدفايات. بص انا كل شويه افرشها وارجع اشيلها، افرشها وارجع اشيلها. بس قلت لا خلاص بقى لازم تتفرش، الجو فعلا سقع. والله العظيم عارفين لما بروح الشغل الصبح ما بقيش قادره احدد هو انا هلبس صيفي ولا البس شتوي. لما البس شتوي انزل الاقي الجو حر، لما البس صيفي الاقي الجو ساقعه وسقعانه وهموت من السقعه. فما تفهموش انا عايزه ايه يعني، أو مش انا اللي عايزه، ما تفهموش الجو هو عايز مننا ايه. المهم كده ظبطت كده الدفاية، وحطيت كده المخدة، وهحط بقى المخدة كمان التانية علشان الدنيا كده بصوا تبقى يعني متظبطة كده. وخلصت كده برضو من ايه، من سرير. اخلص بقى كده بقية السرير التاني، ونظبط كده بقى ايه الدنيا. الله يا جماعة، بصوا يا جماعة روقان والله، روقان روقان. ظبطت بقى كده البطانية كمان، طبقتها وهحطها بقى كده ايه مكانها. بصوا انا قلت بقى ايه،
نحطها كده على السرير. بصوا احنا اصلا ما بستغطاش بالبطانيه، بس انا برضو بسيبها في اوضه الاطفال، لعل وعسى حد يخبط علينا يجي يبات عندنا ولا حاجه، فتبقى البطانيه طالعه يعني، ما بقاش شايلها. لاني حصل قبل كده ان حد جه ويباتوا معانا والكلام ده كله، يعني ضيوف جت فجأة، فالبطانية كانت تحت السرير، واللي هو بقى اضطريت اشيل تحت السرير والدنيا تتبهدل مني. طب على ايه؟ فقلت لا، بعد كده خلاص لازم حتى لو في بطانية يعني البطاطين تحت السرير اطلع بس بطانية واحدة منهم تبقى معايا احتياطي، اي حد يجي تبقى ايه موجودة. بس هنا بقى كندا كانت شغالة تعيط. عايزة اقولكم ان هنا كندا كانت صغيرة في الفيديو ده، الفيديو ده يعني متصور من وهي كانت صغيرة. ف بوريها لكم يعني هي شكلها وهي صغير كان عامل ازاي. المهم كده يا جماعة، ابتديت برضو ان انا اشيل بقى كده السرير التاني، والم كده كل حاجة عليه تمام، علشان برضو نخلص برضو منه. نفضي اي حاجة كده نفضيها، علشان خاطر لو انتي بقى زي كمان والتراب كده موجود، يعني عندك كده تراب كتير، او مثلا قدامك مفيكيش حد، فطبيعي التراب بيجي عليكي، مفيش حاجه تصد التراب. فحاولي طول ما انت كده ماشيه نفضي كده اي حاجه تقابليها قدامك، نفضيها يعني. لان موضوع التراب ده بجد والله يا جماعه صعب، يعني انا بالنسبه لي صعب جدا. مش فاهمه في ايه، بس اللي هو ايه، ادينا بنحاول على قد ما نقدر نتاقلم عليه. بس دخلت بقى كده على السرير التاني، وهبتدي برضو ان انا افرش بقى الملاية بتاعته. عايزه اقولك برضو ان انت تقومي تشجعي وتخلصي برضو كل اللي وراكي. فكره ان انت تخلصي الحاجه اللي عليكي دي يعني احساس حلو، يعني ان انت بقى تخلصي كل حاجه وما بيبقاش وراكي حاجه. فانا الاوضه دي بقى هي اللي كانت عامله لي دربكه كده في دماغي شويه، بس الحمد لله يعني خلصتها. طبعا كده انا سبتها تتفرج كده شويه على الشباك. يا جماعه الشباك ما بيتفتحش تمام. وابتديت برضو ان انا اخلص برضو اللي ورايا. انت برضو لو عندك اطفال في السن دوت، حاولي ان انت برضو هما يبقوا واقفين معاكي، لغيهم اتكلمي معاهم علشان برضو تعرفي تخلصي اللي وراكي. عايزه اقول لكم ان هي وقت لما هي كانت صغيره حرفيا انا ما كنتش بعرف اعمل اي حاجه، لحد ما ايقنت او عرفت ان لازم ان انا اخليها تبقى معايا وانا بعمل. يعني كنت مثلا عشان اصور فيديو في قناتي القديمه، كان لازم مثلا ان انا اخليها ايه، تبقى نايمه عشان اعرف اقوم اصور. لا بقيت اتعامل عادي، بقيت ان هو يعني خلاص مش لازم استنى ان هي تنام، يعني من مش هنيمها طول الوقت. فبقيت ان انا اشاركها معايا في كل حاجه، اللي هي تبقى واقفه معايا في كل حاجه، تشاركني، اتكلم معاها حتى لو هي بتعيط او كده، افضل اقعد الغيها وهي واقفه بتتكلم وهي واقفه يعني، نلغي بعض، نلعب بعض. بصوا كده هنا شغاله بقى العبها، اديتها بقى الكوره تلعب مش عارفه ايه الكلام ده كله، علشان بس اعرف برضو اخلص الحاجه اللي انا ورايا. بس طبعا السن دوت هو السن ده بيبقى صعب شويه، بس الحمد لله هي كبرت دلوقتي وبقت عارفه مثلا ان هي تقعد مثلا تذاكر جوه. لو انا بعمل حاجه هي مثلا ماسكه الكراسه والقلم بتلون. اي نعم كل سن ليه مميزاته وليه عيوبه، بس انا بالنسبه لي كان السن ده صعب شويه، لان هي مش فهماني، بحيث ان هي مش فهماني. لكن هي الى حد ما دلوقتي كبرت وفهمت وعارفه انا بتكلم في ايه، يعني هي فاهمه انا بتكلم في ايه. فده يعني السن اللي هي فيه ده سن ال4 سنين، انا بالنسبه لي هو ده سن حلو، علشان هي انا بعرف ان انا اتعامل معاها اكتر يعني. لكن السن هي صغيره ده ليه حته تانية، يعني ليه حته تانية اللي هو ايه، انت معاكي حاجه صغيره كده تلقائيه. يعني انا بحب السنين بصراحه يعني. المهم ابتديت بقى كده اخش كده على المكتب واشيل اي حاجه كده بقى ملهاش لازمه، واحط كده بقى في كيس معايا بلملم. عارفين اللي هي ماشيه بتلملم، انا ماشيه بلملم. اهم حاجه بقى كنت عايزه بس اللي هو ايه الحق ان انا اخلص، وعايزه الشقه تبقى كده ايه نظيفه ما فيهاش اي حاجه. المهم كانت بس هي اكتر اوضه معقداني بجد كانت اوضه الاطفال، مش عارفه يعني مليانه حاجات. بصوا بقى هي شغاله تعيط اللي هو عايزاني اشيلها، يعني اللي هو ايه ده في ايه حاولت بس ان انا برضه اللي هو العبها، وسبتها بقى كده وخلاص. قلت بقى ايه الم بقى كده، ادخل بقى كده المروحه دي كريم هياخدها معايا الشغل وهو نازل يخليها عنده يعني في الشغل، انا مش محتاجاها يعني. وابتديت بقى كده ان انا امسح. لو يظهر عندكم في الكاميرا كميه التراب، يعني انا بجد متعقده منه بطريقه، بس بقول يعني الحمد لله. طبعا كويس ان في شمس، يعني في شمس واضاءه ونور، فده طبعا احسن حاجه يعني. قلت بقى خلاص اشيلها دي كمان برضو، زي ما انا قلت لكم هنشيلها.
وكده خلصت بقى المكتب وخلصت السريرين، وهنشوف بقى موال الارض الكبير اللي انا مش عارفه هعمل فيه ايه. المهم دخلت بقى كده على الارض، ابتديت بقى الم كده الحفاظات دي، هاخدها انفضها وهمسك برضو السجاد انفضه علشان برضو يبقى نضيف كده مفيهوش اي حاجه. خدت بقى السجاد كده بره على باب الشقه، تمام، وابتديت ان انا اديله كده بقى تنفيضه جامده كده على السلم، علشان خاطر لو في اي تراب ولا في اي حاجه. زي ما انتم شايفين السجاد اصلا نضيف مفيهوش اي حاجه، كل الفكره بس ان هو عايز بس ايه، يتنفض، يعني مش عايز اي حاجه غير ان هو عايز كده. خرجت برضو كده وابتديت ان انا امسك بقى كده الشرشوبة الجميلة بتاعتي كده، وابتديت ان انا امسح كده الارض، وعايزاها كده تبقى نظيفة، مش عايزة يبقى فيها اي حاجة. بحبت كده بقى مية وكلور، وابتديت ان انا اخلي الشرشوبة الاول فيها مية، وبعد كده اقلل المية منها واللي هي تتعصر يعني. بس ليه بخلي فيها مية؟ علشان خاطر تلم معايا لو في تراب ولا في اي حاجة تلم معايا. كده خلاص خلصتها بقى كده مسح، وهبتدي برضو ارجع كده افرش بقى كده السجاد فيها. فعارفين احساس المية بريحة الكلور بريحة معطر كده، او جنرال، او برسيل جل، الله يا جماعة بيبقى انتعاش غير طبيعي بجد. يا حلاوة يا حلاوة يا ولاد. جبت كده بقى ورا الباب، مش بصوا مش قادرة اقول لكم، مكنتش عايزة حاجة كده في الأوضة تبقى مش نظيفة او فيها ريحة كده مش لطيفة. رجعت بقى كده السجاد كده مكانه زي ما انتم شايفين، حطيت بقى كده كل حاجة مكانها. عايزين اللي هو ايه، نظبط كل الدنيا كده يعني. رجعت بقى كده كمان السجادة الكبيرة برضو حطيتها كده زي ما انتم شايفين. وهرجع برضو السجادة التانية اللي هو الحفاظات بقى، نفضتها كده ورجعتها كده زي ما هي، وابتديت ان انا افرشها زي ما انتم شايفين كده برضو معايا. ابتديت بقى ان انا افرشها بالمرة يعني. حطيت برضو الحافظة كده التانية، وهنا كده تكون بقى ايه، الحافظة دي كده بصوا بتحافظ لي على السجاد بطريقة، يعني زي ما انا قلت ان ده قماش حافظات، فهو حلو. ده عند اي حد بتاع اللي هو المفروشات دوت وبتاع الركن وكده، بتشتريه منه بالمتر على حسب اللي يعجبك، وتفرشيه كده في الارض، والله بيدي شكل حلو وبيحافظ لك على السجاده. هنا بقى حطيت بقى الستاير، رجعت كده الستاير كده مكانها علشان خاطر اقفل كده الاوضه. وعايزه اقول لكم ان روتين النهارده كده خلص. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، واتمنى ان هو يكون استفدتي منه لو بحاجه بسيطه. فيديو النهارده خلص، استنيني في فيديو جديد. في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.